اخبارك يا الحمد لله، نحمد الله ونشكره ونشكر نعمه. حياك الله، اهلا وسهلا. الله يحفظك، الله يحفظك. انا اتابعك يا اخي، ليش ما تابعتني انت؟ اتابعك يا اخي، ليش؟ وعادي الامر في ساعه، ما تبي تتابع والله. لا اتابعك والله، اتابعك يا اخي. حياك الله يونس. والنعم فيك والنعم فيك. مرحبا مرحبا. مرحبا فيك. عادي متابعه، انا والامر في ساعه. والله الحمد لله. كيف الاهل والعيله والاولاد؟ نحمد الله نحمد الله، الحمد لله. كيف اخبارك؟ الان نفذ الحكم جمال خميس وبدا يكبس. ايوه. كيف اخبارك مع الصلاه؟ الحمد لله. النفوس الحزينه لا يؤنسها الا الصلاه. ما شاء الله ما شاء الله. الارواح التائهه لا يهديها الا الصلاه. الحمد لله. النفوس الجائعه لا يشبعها الا الصلاه. ما شاء الله، دمت الصلاة يا أخي حياة. الحمد لله. والله حياة. وأخبارك مع القرآن؟ والله القرآن احنا مقصرين، لكن يحزنني هذه الآية إذا قرأتها: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا. فلا يثبت الفؤاد ويطمئن ويهدى إلا بالقرآن. القرآن ربيع القلوب. الحبيب الذيب الله يعزك ويكثر خيرك ويصب عليك الخير. في ثلاثة ما شاء الله. جزاك تسلم. ما شاء الله. جزاك تسلم الذيب، بيض الله وجهك. الكفو يدعمك ديب. اسمه كذا الذيب الكفو. بعدين يا اخواني اخاف ان ياكلك الذيب. اخواني ناقص عندي 200، نبغى نوصل 25 ذا الليل، هذا هدف عندنا. لا الذيب ما ياكل ذيب مثله يا اخي. لكن الديب ما يدعم ذيب. لا يدعم هذا. لا الديب ما يحب الديب. وش الشاعر يقول لا عواذيب عوالها الديب ضميده وجنيبه. لا بالعكس، التعاون بين الذئاب شيء معروف. سبحان الله. والله لا عواذيب عواله ضميده يعني صاحبه. كيف؟ انا عندي هنا بس قطط. يلا يا القطط مياو ادعمونا. والله شفتوا عندي الله وش الدوبل ورا ثالث دوبل عندنا. هذيك تضحكني هذه. وش انت يا نعطة؟ تسلم الله يعزك، كثر الله خيرك. الحمد لله. والله افرح انا لما اشوف صاحب انها جاه دعم، افرح له من قلبي. هذا من طيبك. الحمد لله. خصوصا لما اشوف راجل ذو هيبه وراجل يحب الخير للناس وينصحهم ويقرا لهم قران، لانهم ما صاروا يحبون هذه الشغلات، يحبون بس تفاهه. الحمد لله الحمد لله. الله يكثر من امثالك. جزاك الله خير. وياك وابو بلسان، ترى كتاباتهم هذه ترفع على اللايف. انت معي؟ حتى لو كتبوا بس يقول فلان يبغيك اتركهم، لان كتاباتهم حتى ترفع اللايف اصل. انت معي؟ الكومنت يرفع اللايف. اذا ما فيها شيء يغضب الله وسب لدين الله اتركهم. على نياتكم ترزقون. انت معي؟ الله عالم بالنيات. بعدين انا اعرف اذا طلبني احد منهم من هؤلاء المشاهير بكثره اللي يقولون يبغيك ادري. فعلا اذا كان بس يكتب واحد اعرف انه مو صحيح. اكيد الحمد لله. كم تحفظ من القران يا اخي؟ والله احفظ سوره الفاتحه والكوثر الحمد لله فقط. لانه انا باوروبا تولدت هنا ما قرينا القران، قرينا في مدارس اوروبيه، ما كان عندنا الفرصه. حتى العين ابغى احفظ بس عقلي طايش ما يحفظ لي. حاول تحفظ سوره، هذه نصيحه خويه. تحفظ سوره مثل الكوثر في طولها قصيره، اللي سوره الاخلاص، قل هو الله احد. اعرفها لانها سهله، هي ثلث القران الكريم. هذه حافظها بس كنت ناسيها. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا سلام. ما شاء الله. الحمد لله. احسنت، هذه مهمه جدا فانها ثلث القران الكريم. الحمد لله. ثلث القرآن في جيبي. الحمد لله والشكر لله. ما شاء الله. أعطيك أحكام بسيطة. تفضل يا أخي. الحكم الأول 3 أسئلة دينية. أيوة. الحكم الثاني تروح وتكبس عندي مثل جمال خميس اللي قبل. أيوة. الحكم الثالث تقرأ لنا الفاتحة. 3 أسئلة دينية. السؤال الأول: اذكر لي أركان الإسلام. أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، إقامة الزكاة، إيتاء
إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج رمضان. صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيل. بيت الله. السؤال الثاني، هل تعرف الخلفاء الراشدين؟ نعم أعرفهم. الخليفة أبو بكر الصديق، الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عثمان بن عفان، الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. السؤال الأخير، إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ كوثر هو واد في الجنة، نهر في الجنة. أحسنت، نهر بارك الله فيك يا يونس، شكرا. ونلتقي إن شاء الله على خير. إن شاء الله. برافو.